يا صباح الورد، يا صباح الفل، ولا نقول مساء الخير حسب التوقيت اللي هتشوفوا فيديو أمولة فيه. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حطوا كده ايه لايك للفيديو. قبل كل شيء حطوا لايك للفيديو، انا اللي بقول لكم اهو. طبعا ده اول روتين يا جماعه في او روتين في اوضتي في الشقه الجديده. طبعا بصوا الستاره دي انا حطاها ليه، هشيلها معاكم دلوقتي عشان هنضف الشباك وكل حاجه. دي مش ستاره، دي دفايه سرير على فكره، بس عشان انا لسه مركبتش الستاير. ما جهزتش يعني ستاير وكده، فعايزه اقول لكم ايه، يعني بمجرد ان يجوا الصبح كده من الساعه 5 تلاقي الاوضه تقريبا عباره عن ظهر. واخدين بالكم؟ بصوا هشيلها طبعا معاكم. وقلت ايه احطها كده بالليل عشان خاطر ايه بقلق كده الصبح وانا ما بعرفش انام في النور نهائي. يعني ببقى طافيه اللمبه وكأن الاوضه حاطين فيها تقريبا كده ولا 50 لمبه من الاضاءه بتاعت الالوميتان. واخدين بالكم؟ فانا ايه هشيلها كده معاكم. يا لهوي اهي. وهفتح طبعا ايه معاكم كده. بصوا الجو عامل ازاي النهارده، شايفين الجو عامل ازاي. طبعا هطبق الغسيل الاول علشان اعرف اقف على الكنبه انضف الشباك. ان انا ايه عايزه اقول لكم ما نضفتش الشباك لغايه دلوقتي، من ساعه ما قعدت يعني في الشقه ما نضفتش الشباك. مش ملاحقه بين تحت وبين فوق يعلم ربنا. وعايزه اقول لكم ايه بقى، ان انا بنزل انضف عند امي تحت واخلص عندها وكده من مواعين لكنس المسح التصبيل كله، واجي اعمل في شقتي تقريبا ببقى ايه فصلت. فتقريبا كده بقالي يمكن حوالي 4-5 ايام ما حطيتش ايدي هنا في الشقه، فببقى تقريبا خلاص فصلت. فقلت لا النهارده ايه بقى مش هعمل حاجه تحت وهشتغل طبعا ايه في شقتي اهو. طبعا ايه بسرعه ان شاء الله، وهي الاوضه مش هتاخد وقت. وهغير معاكم طبعا ملايه السرير، وهنطلع طبعا حاجات من تحت السرير عشان خاطر اطلع مثلا اشوف ستاره تقيله اللي هي زي البلاك اوت عشان خاطر ما يدخلش منها اضاءه يا جماعه. يعني عايزه اللي هي البلاك اوت مش الخفيفه. بصوا عايزه اقول لكم الجو النهارده يعني تحفه. انا بحب الجو ده، بالنسبه لي انا الجو ده رومانسي. طبعا واتجننت امبارح وقصيت شعري. قولوا لي ايه رايكم كده في شعري وهو مقصوص. وعايزه اقصره كمان شويه، حاساه كده ايه برضه طويل، مع اني قصيت منه تقريبا اكبر من كفه ايدي. حطوا لايك للفيديو. معلش الفيديوهات يا جماعه المشاهدات سقطت ومفيش لايكات، فمش عارفه بصراحه، ومش عارفين هنقبض منها ايه. هقبض منها ايه في القناه دي بعد 10 سنين ولا ايه؟ بس يا جماعه طبعا انا طبقت كل الغسيل اللي كان هنا. شايفين ماشي حاطط ايه. هلمع طبعا هنا كده. لايك طبعا للحبايب اللي وصل معموله لحد هنا، لايك. اهو شايفين طبعا هو بينضف على فكره. اهو
هنظبط بقى الكنبه هنا. حاسه ان انا ايه تايهه. اهو طبعا المخده دي يا جماعه زياده اهي. تعالوا بقى ايه، تعالوا بقى نشوف ده غيار هيلبسه ماسيو دلوقتي عشان احنا خارجين. اهو يا جماعه بصوا. هطلع بقى ايه يا جماعه، هطلع الستاير، كيس الستاير. مش هنا، مش موجودين. مش موجودين هنا، يبقى اكيد ايه في مكان تاني. طبعا وهنقل كل البطاطين دي هنا. الجنب ده بقى عايز ايه يتوضب، اوضبه كده برضو ايه على السريع. اللي وصل معايا لحد هنا اللايك حبايب اموله.
ما رصيتش الميك اب بتاعي والحاجات بتاعتي كله هنا. هلمع دي عايزه اقول لكم دي عايزه يوم لوحديها عشان خاطر ايه. بصوا الشوال زي ما هو في الميك اب وفي كل توك وكل حاجه. هكنس بقى وخلاص. يلا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا اللايك ما تنسونيش في اللايك. اهو هكنس وخلاص، وبعد كده هشوف هعمل ايه في التسريحه هنا. يلا حبايبي باي باي، اشوفكم على خير في فيديو جديد وروتين جديد، وباي باي.